كأني مشغلة فلاش. لا وفجأة يعني فجأة ما كانش في أصلا حاجة خالص. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده من صباح يوم الجمعه، وطبعا فطار يوم الجمعه لازم يكون فطار كده مميز، فحبينا ان احنا نفطر فلافل وجبنه، و يعني كان مفروض يبقى فيه فول كمان، بس معرفش ما كانش لينا نفس فول النهارده. وكان يوم طبيعي جدا، كان يوم ماشي يعني زي كل يوم جمعه عادي جدا، وما كانش يعني في اي بوادر لاي حاجه خالص. يعني عايزه اقول لكم الجو كان حلو قوي، وكان كده يعني جو مشمس وجو جميل. يعني محدش فينا خالص كان يتوقع انه الجو يقلب بالشكل ده بالليل. يعني صراحه كانت مفاجاه، يعني لحد قبلها بثانيه مفاجاه. انا على فكره كنت بصور قبلها كمان عشان كنا حاسين ان في حاجه مش طبيعيه. بصوا تابعوا لحد اخر الفيديو عشان تشوفوا الموضوع حصل ازاي، والحمد لله ان ربنا سلم، وربنا يعوض الناس اللي حصل لها اي خسائر. عايزه اقول لكم اليوم من كتر ما كان طبيعي خرجت عشان اجيب لبس العيد وشربنا عصير، وكان الجو جميل قوي. اصلا الجو الايام دي في اسكندريه معتدل جدا، ولا هو حر قوي ولا هو شتاء. وبعدين فجأة الساعة 2 بالليل آه شفنا السما بالشكل ده. يعني منظر بصراحة غريب جدا، أول مرة في حياتي أشوف الشمس منورة في عز الليل، وبتعمل زي فلاش كده بيروح ويجي، ولكن من غير صوت. يعني هو برق بس من غير رعد. فحسينا ان في حاجة غريبة، يعني حسينا ان على فكرة ساعتها ما كانش فيه ولا شتاء ولا مطر ولا اي حاجة، كان بس السما قصدي بالشكل ده. وعايزة اقول لكم يعني في ثانية الجو قلب. يعني في ثانية يعني حاجة غريبة قوي. انا اول مرة اشوف مطر كثيف بالشكل ده. بصوا شكل المطر من كتر ما هو اصلا يعني كثيف. حتى في الصورة باين كأنه ضباب كده، مش مطر، لا بس دي مطر جامد قوي قوي، ومع هوا عالي جدا. ويعني وطبعا البرق والرعد ابتدى يشتغل بقى بصوت، وبصراحة كان لحظات رعب. وبعدها كنت بسمع زي صوت تخبيط كأن حد مثلا بيخبط في البلكونة. اتاري بقى كان في كمان تلج، وتلج كمان كبير مش صغير. انتوا متخيلين من الجو ان هو حر وجو عادي ومعتدل وجميل وشمس بالنهار، ليه عاصفة بالشكل ده. عايزه اقول لكم انا كنت ناشره حاجات، كنت ناشره سجاده اللي هي المطبخ وفوط وحاجات، عشان كنت بنظف تنظيفات العيد وكده. يعني احنا ما لحقناش ندخلها، كانت اوريدي خدت بلل حلو، مع انه في ثانيه يعني احنا دخلناها على طول اول ما حسينا ان الدنيا هتمطر. في ناس عايزه اقول لكم انه بلكوناتها طبعا غرقت ميه لدرجه ان هي دخلت على البيت، وشققهم كمان غرقوا ميه. الحمد لله احنا كانت البلكونه بس هي اللي غرقانه ميه على الاخر. وبعدها بساعه كده كانت الدنيا هدى. ده تاني يوم الصبح انا جايه اوريكم الدنيا بقت عامله ازاي. تمام، فهتتفاجئوا بس يعني ولا كأن حصل اي حاجة، كأننا كنا بنحلم اساسا. يعني عايزه اقول لكم البلكونه انا كنت شايله هم ان انا ايه لسه هنشفها وبتاع، لقيتها نشفت على الاخر. الشارع نشف ما شاء الله على الاخر، شمس زي ما انتم شايفين، وجو لطيف، ولا كأن في اي حاجه حصلت. السما زي ما انتم شايفين صافيه خالص. فالحمد لله الحمد لله ان هي عدت على خير وربنا سلم. ودلوقتي داخلين على ترتيبات العيد. كنت انا اوريدي اصلا امبارح قبل ما يحصل كل الكلام ده كنت برتب الدولاب، والنهارده عندي ترتيبة التسريحة. كنت حكي لكم ان انا متضايقة من التسريحة وشكلها، لانه كان عليها كراكيب كتير، كان عليها حاجات كتير بره، وانا ما بستخدمش 3/4 اساسا يعني. فقررت ان انا اجيب منظمات واحط كل الحاجة في الدرج الاول. جيت حطيتها في الدرج الاول كده في التسريحة، لقيت ان هي مكركبة وشكلها مش الطف حاجة خالص. فرحت جبت المنظمات دي، على فكرة يعني سعرها رخيص قوي، كانت ب55 جنيه تقريبا. فحسيت ان هي ممكن تبقى
مناسبة. وكمان جبت الكيس اللي هو بيتشفط ده، اللي هو بيتشفط بالمكنسة الكهربائية لو انتوا عارفينه، وحجمه بيصغر قوي. حطيت فيه برضو كل وانا برتب الدولاب كل الهدوم اللي هي شتوي او احنا ما بنلبسهاش او كده، حطيتها في الكيس ده عشان اشفطه واحطه في شنطة تحت السرير او فوق الدولاب او كده. هنا كنت برتب معاكم اخر رف كنت محتاجه ان انا ارتبه، هو رف الفوط. كنت انا اوريدي رتبت بصراحه الهدوم وكده وما صورتش معاكم. وانا عامه على فكره بعمل تنظيفات العيد الايام دي وخيانه ما بصورش معاكم، بس للاسف يعني وضع الايام دي اصلا مش الطف حاجه. اولا عندي ضرس العقل يعني افتكر دلوقتي على العيد كده انه هو عايز يتخلع، او تقريبا بس بيوجعني قوي. دي حاجة. والحاجة التانية انه طبعا اي عندها بيبي عنده شهور ممكن تبقى تكون فاهمة الكلام اللي انا بقوله، بس انا بخطف التنظيفات خطف. انا مش زي زمان اللي هو ممكن اعمل تنظيفات على مدار يوم واشغل الكاميرا بقى واقعد انضف معاكم من اول يوم لاخره. لا، انا دلوقتي بخطف التنظيفات خطف، اللي هو كل ما الاقي مثلا ساعة فاضية حتى لو كانت نص الليل اقوم اعمل فيها حاجة. فما يعني مش بعمل تنظيفات متواصلة، انا يعني بجزأها كل ما يبقى عندي فرصة بعمل حاجة. وده انا لقيته اريح بكتير قوي. في الاول خالص بصراحة انا ما كنتش متعودة على الموضوع ده، وانا لسه مثلا امي جديدة وكده كنت حاسة ان انا مش عارفة اسيطر على البيت. بعدين لما اتعلمت الموضوع ده حاجة اسمها مينيماليزم لو انتوا تعرفوه، اللي هو المينيماليزم. يعني ان انتوا تجزأوا الحاجة الكبيرة تخلوها اجزاء صغيرة خالص وتبدأوا ان انتوا تعملوها حبة حبة. تمام، دي حاجة. والحاجة التانية ان انتوا تستغنوا عن اي حاجة ممكن تعمل لكم كركبة. يعني انا حاولت قد ما اقدر ان انا ارمي حاجات كتير من الحاجات اللي ملهاش لازمة. تمام، هو الصراحة انا مش واصلة للليفل احسن ليفل، يعني لانه في ناس ما شاء الله وفي كتب دلوقتي كتب التنظيم بتقولك لو في حاجة انت ما استخدمتهاش لمدة سنتين ارميها، ما ينفعش ان انت تحتفظ بيها لان انت مش هتستخدمها. تمام، ف حاولت اعمل كده بصراحة في الهدوم بالذات، بس كل تفكيري كان لا، الحرام الحاجة دي جديدة، الحاجة دي مثلا ممكن اخس والبسها، كلام كده. فحسيت ان انا يعني معرفتش اعمل كده قوي، بس في حاجات تانية ممكن اكون كويسة فيها، لان انا اصلا وصلت لمرحلة في مرحلة ما يعني ما كنتش الطف حاجه خالص. عايزه اقول لكم ان انا كنت بحتفظ حتى بعلب اللبن بتاعه البيبي. كنت كمان بحتفظ طبعا بالبرطمانات بالاكياس. تمام، حاجات كتير جدا لحد ما كنتش واخده بالي. انا ما كنتش واخده بالي ان انا بعمل كده، لحد ما في مره كنت جبت حد ينظف لي الشقه وكده. ف ما كنتش ساعتها كنت تعبانه وما كنتش قادره ان انا ايه اشرف عليها. فلقيتها مطلعه كيسه كبيره قوي مليانه برطمانات ومليانه بلاستيكات، حاجات انا يعني ما كنتش اعرف ان هي موجوده في مطبخي اساسا. فكانت مطلعه كميه كراكيب. طبعا هما البلاستيكات وكده بيبيعوها يعني وكده، بيستفيدوا منها، بيعملوا لها ريسايكلينج تقريبا. ف بعد ما الكيسة دي طلعت من مطبخي ما اختلفش اي حاجة خالص، ما حسيتش ان في اي حاجة ناقصاني. ومن ساعتها وانا برمي كل حاجة زيادة، يعني اي مثلا برطمان انا عارفة ان انا مش هستخدمه، او حاجة انا عارفة ان انا يعني مش هستخدمها بعد كده برميها على طول. فالحمد لله دلوقتي بصوا زي ما انتم شايفين الدولاب بترتب. رتبت كده الفوط. طبعا بصوا هنا قبل بصوا شكله عامل ازاي من كتر ما عايزه اقول لكم الدولاب من اكتر الحاجات اللي انا يعني ما بحبش اعملها خالص، ترتيب الدولاب، لانه يعني ما بياخدش وقت وبيتكركب على طول بصراحه. فالحمد لله بصوا كده كل حاجه اترتبت، وطلعت زي ما قلت لكم كل الحاجات الزياده الشتوي وكل الكلام اللي احنا اصلا مش بنلبسه الصيف ده، وحطيته في الكيسة دي وهشفطه دلوقتي بالمكنسة عشان اقلل حجمها قد ما اقدر، عشان اعرف ادخلها تحت السرير او ادخلها في الشنطة او كده. فده اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. بصوا ما شاء الله حجمها بيقل بطريقة يعني فظيعة، وانا اصلا كمان كان ممكن اطول اكتر واخليها تتشفط اكتر، بس حسيت انه كده خلاص يعني كفاية. بصوا بتحسوا ان هي كده بتتقلص الهواء اللي فيها كله بيطلع. انتوا اكيد عارفين هي مش حاجه جديده، بس انا اول مره استخدمها الصراحه وعجبتني قوي. يعني بفكر ان انا اجيب منها بصراحه اكتر من قطعه.
معرفش اذا كانت لما افكها هل ينفع استخدمها مرة تانية او لا، او هل الهدوم اللي جواها مثلا هتحتاج تتكوى، هتبقى مثلا كرمشت على الاخر او حاجة، معرفش. بس فكده احنا ظبطنا الحاجات الزيادة، والدنيا تعتبر في أوضة النوم خلاص يعني بقت على آخرها، ومش ناقصها حاجة. زي ما انتم شايفين الدنيا كده ما شاء الله نظيفة، والدولاب من جوه مرتب. وبعدين دخلت أعمل غدا سريع، عملت كبدة اسكندراني وعملت جنبها سلطة. حسيت ان احنا مش عايزين حاجة تقيلة. عايزة اقول لكم استنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بإذن الله، هيكون فرش العيد، وهيكون كده فيديو خفيف ولطيف، وهوريكم كمان لبس العيد. فاستنوني، وبكده اقول لكم مع السلامة، باي باي.